ثانوية عامة فترة مهمة في حياتك سواء انت مدرك ده دلوقتي ولا لأ. في الغالب هتعرفه بعد كده. في آخر فترة في ثانوي بالنسبة لي كان دايما في دماغي سؤال، وهو هل يا ترى حياتي هتبقى عاملة ازاي بعد ثانوي؟ هل بقى هخرج وهجرب حاجات جديدة أكتر وأبقى الإنسان الحر اللي مفيش حد بيحكمه، ولا هشتغل أكتر على نفسي، هشيل مسؤولية، هعمل البيزنس بتاعي وهبدأ أشتغل فعلا وحياتي هتبقى مختلفة وهعمل فلوس، ولا هتكون عاملة ازاي؟ هحب اللي هاخده في الجامعة وهكون نفس الشخص اللي كان قبل ما يدخل جامعة، ولا هكره إني دخلتها؟ هل هدخل الجامعة اللي أنا عايزها أصلا؟ أسئلة كتير في فترة كانت أقصى مشاكلي فيها إن أذاكر الدينامو في الفيزياء، بس أنا دلوقتي هنا وحاليا بقى معايا إجابات أسئلة في فترة مش بعيدة كانت بس مجرد أفكار. فتفتكر هتكون حياتك عاملة إزاي بعد ثانوية عامة؟ طيب. الفترة بعد ثانوي بالذات أول كام يوم دول مش هقدر أوصف لك كمية الراحة اللي هتبقى فيها. بعد ما كان كل يومك توالي وتوازي وعنترة بن شداد وإبراهيم حافظ إبراهيم، يومك هيبقى لأول مرة من فترة كبيرة هيبقى فاضي تماما تماما. هتنام براحتك وتصحى براحتك، تشوف أفلام بقى وترجع لهواياتك تاني، تقرأ وكل الكلام ده. بس خليني أقولك إن ده بس بيبقى هدوء ما قبل العاصفة، عشان بعدها بكام يوم هتلاقي الحدث التاريخي، إعلان نتيجة الثانوية عامة، الحدث اللي كل الشعب بيستناه. هتتوتر وهتستنى كل ساعة من الوقت ده يعدي لغاية اما تمسك النتيجة بتاعتك في ايدك، ومن بعد ده بقى تبدأ حياتك اللي بعد ثانوي بجد. التفكير هيزيد وهتدور ومش عارف تختار الجامعة، السيرش هيزيد خصوصا لو مجموعك ما كانش أحسن حاجة، وهتكون في قمة السعادة لو مجموعك كان ضمان لك كل الكليات. هتبقى أكتر فترة متلخبطة هتعدي عليك، في الغالب أنت مش عارف تعمل فيها إيه، مليانة بالتشتت والتفكير الكتير وهتعدي بسرعة جدا، وهتلاقي نفسك بعد فترة من التوهان والتوتر والتفكير الكتير والعشوائية قدام باب الجامعة. وهنا لقيت الإجابة على أول سؤال كان بيجي في دماغي، واللي كان هل في أول يوم جامعة أنا هحب أول يوم جامعة؟ هل هكون مبسوط في المكان اللي أنا بحبه وبدرس المجال اللي أنا بحبه والحاجة اللي أنا بحبها اللي أنا عايزها من زمان، ولا هيكون يوم هكرهه ل20 سنة بعد كده؟ واقف هناك شخص بقاله 12 سنة بيتعلم من حضانة لابتدائي لإعدادي وثانوي عشان يوصل هنا المجال اللي هو كان عايزه وهو صغير، واللي هيكمل في حياته وهو كبير. وهنا بقى تبدأ حياتك الجامعية. أحب أقول لك حاجة أنت أصلا ممكن ما تصدقهاش، بس أنت هتتمنى إن ترجع ثانوي تاني. تعليمك بقى مفتوح، بقيت بتذاكر المجال أكتر من إن هو منهج وكتاب. دلوقتي ما بقاش ينفع إن أنت تذاكر من كتاب المعاصر، مفيش كتاب معاصر معمول لك دلوقتي، أنت بتذاكر من ريسورسز وكلام إنجليزي كتير كده. آه، أنت كبرت دلوقتي. هتكتشف برضه إن ثانوية كانت فترة لذيذة وسهلة، أنت عارف بتذاكر إيه وعارف أنت رايح فين وعارف إيه اللي أنت هتعمله، وأكبر مشاكلك اللي أنت بتعيشها دلوقتي هتتمنى إنها ترجع تاني. أيوة يا باشا، وهتبص لها بصت كأنها مشكلة صغيرة كده أنت بتبص عليها من فوق. ما تتقارنش بالتفكير والتوهان اللي أنت فيه دلوقتي، هتحس إن حياتك متشقلبة وكل حاجة أنت مش عارف تعمل إيه، كل حاجة تحس إنها جديدة، بس ده أكيد عشان أنت هتبقى في مكان جديد. الجامعة وصلت بعدها الإجابة السؤال التاني، واللي كان هشتغل، هشيل مسؤولية، هعمل فلوس إمتى. وبصراحة التفكير في الفكرة دي لوحده كان بيجيب له صداع، اللي هو يعني انت بقى محتاج تتعلم اكتر، لازم تبدأ تعمل فلوس، انت دلوقتي كبير كفاية، ما ينفعش تطلب فلوس من حد. عشان لو عملت كده هتبقى فين بعد كده؟ يومك بيبدأ يتشغل اكتر ما بين الحاجات اللي انت عايز تطور نفسك فيها، الدراسة في الجامعة والحاجات اللي هتكوم عليك، المسابقات بتاعة الجامعة وحاجات كتير انت اصلا متعرفش هتبدأ تطلع لك منين. فساعتها هتقول ياه فين بس مشاكل ثانوي انا عايز اذاكر الدينامو. انا بس عايزك تعامل المشاكل اللي بتيجي تقف قدامك، خليك حاطط في دماغك وعارف انها هتعدي، يعني هتعدي وهتعملها لانك عارف انها فعلا صغيره وان انت كنت تقدر تخلصها. يعني زي المذاكره اللي وراك، الدرس الرخم اللي انت مثلا مش طايق تذاكره، او زحمه الدروس، اليوم مسحوم بالدروس كتير ومفيش وقت تعمل حاجه تانية، درس رخم او صعب. فدايما خليك عارف وحط في دماغك ان ده كله هيعدي. الحياه الجامعيه نوعا ما مختلفه وتجربه جديده، فاتبسط، عيش ايامك يوم بيوم، وثقها وتصور، بس دايما افتكر ان مشاكلك كده كده هتحلها. اعمل حاجه لايامك اللي جايه بعد كده وذاكر كفايه، اجمد كده. حاليا انا دلوقتي سيف اللي في اولى جامعه ومستني الاجابه على باقي الاسئله، امتى هنعمل فلوس وامتى هنكبر البيزنس، امتى هسافر لكل الاماكن اللي انا كنت عايزها وعايشها، هحقق شويه انجازات واكسب المسابقه اللي انا عايزه ادخلها في الجامعه، ولا هعمل ايه اللي هيجي بعد كده. الله اعلم، مش عارف، بس هنعرف اكيد ان شاء الله قدام. فاعمل سبسكرايب عشان تاكد ان انت هتبقى معانا، يعني فولو اب وكده. آه، من فترة مش بعيدة كان كل الكلام ده أفكار وبس، أسئلة أنا كانت بتيجي في دماغي إن أنا هبقى فين بعد كده وهكون بعمل إيه، بس أنا حاليا في بعد كده اللي كنت بفكر فيه قبل كده. فمش عارف الوقت بيعدي بسرعة ولا إحنا بنكبر بسرعة ولا إيه، مش عارف. أنا طالب جامعي دلوقتي. طيب. كمان كنت عايز أوريك كمية الكتب بقى اللي هتبقى معاك في جامعة وكل الكلام ده آه هي دي. دي الجامعة بتاعتك، دي مذاكرتك في الجامعة. بس لا بصراحة انت دلوقتي معاك كل حاجة PDF على اللاب بتاعك،
مفيش حاجة باينة طبعًا. دلوقتي كل حاجة معاك PDF، وهتحس للحظة كده إن أنت بقى مرفّه وخلاص، مش هتشيل كُتب تاني، ومفيش كتاب امتحان، ومفيش كتاب معاصر، مفيش كيميا، ومفيش فيزيا، بس لغاية أمّا تشوف المنظر ده. أيوه بالضبط، أنا كمان عملت زيّك دلوقتي كده. كمان ده أنت بُص الكتاب ده كام صفحة، فيعني ده حوار، ده حوار، 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 فأنت فعلًا هتبقى مرفّه. جامد، جامد. أنا خلّصت الفيديو أصلًا، وده باصوّره بعد ما خلّصت الفيديو، بس كنت عايز أقول إن ده بس كان جزء من اللي بيحصل بعد ما أنت تخلّص ثانوية عامة. هدفي من الفيديو لمّا جات الفكرة، أو إن أنا كنت أعمله، إن أنا كنت أحاول أخلّيك ما تحطّش في دماغك إن المشاكل اللي أنت فيها دلوقتي، إن مذاكرتك، إن أنت تزهق، وإن أنت بتذاكر كتير، هتستمر معاك وهتفضل معاك بعد كده. بالعكس، ده أنت الأيام دي أنت هتحبها، هتحب إن أنت ترجع. مش أوي، مش أوي بصراحة، يعني ما حدّش عايز يرجع في اللي أنت فيه دلوقتي ده، بس نوعًا ما كانت أيام كويسة، فأنت حاول توثّق الأيام دي علشان تعرف لمّا تيجي تبُص بعد كده هتحب إن أنت تبُص. أنا أيوه باقول كده في كل فيديو، بس وثّق الكلام ده، هتلاقي إن كل ما يعدّي أيام أكتر، وكل ما يعدّي عليك أيام أكتر، هتلاقي إن أنت بتتبسط أكتر، هتلاقي نَفْسك بتتقدّم وكده. فوثّق اللي بيعدّي عليك، وسواء هتكتب أو صوّر نَفْسك أو وثّق. في مرحلتك دلوقتي ثانوي، عارف إنك سمعت كلام كتير زي ذاكر، وثانوي مرحلة مهمة، والكل مستني منك حاجة، والسنة دي صعبة، وكل الكلام ده. بس أنا عايز أقولك إن فعلا دي سنة أنت مش هتنساها في الغالب بقية حياتك، عشان أنت كل حياتك اللي جاية بعد كده بشكل كبير معتمدة عليها. الكلية اللي أنت هتدخلها، والمجتمع اللي أنت هتكون وسطه، الناس اللي أنت معاهم هم اللي دايما بيفكروا يبقوا ناجحين وبيتحركوا لقدام، ولا هتكون مع الناس اللي اختارت طريق تاني. في الآخر أنت هتكون شخص من اتنين: إما اللي دخل الكلية اللي كان بيحبها وبيذاكر حاجة بيحبها ومستمتع بكل دقيقة، وإما التاني اللي طريقه ما كانش في إيده ودخل كلية هو ما كانش متوقعها. بس أنت خليك عارف إن أنت إما تتعب في السنة دي عشان تتعب بعد كده في حاجة بتحبها، وإما تريح وتتمرن باقي عمرك في حاجة أنت بتحبهاش. فاعمل بس اللي عليك مهما كنت زهقان، عشان هي كده كده فترة وهتعدي، فذاكر وبس.